السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. قبل ما نبدا فيديو النهارده حابه اشكر كل اخواتي اللي معايا في القناه، اللي بيشجعوني، اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوه. ربنا يديكم ما بتتمنوا. فيديو النهارده عن تخزين البصل. ما شاء الله البصل كتير الايام دي في السوق وسعره كويس. بيجي عليه وقت ويكون غالي، فانا بجيب شويه من الايام دي واخزنه بنفس الطريقه ويعيش معايا لاخر واحده. في طرق كتير للتخزين، بس انا بصراحه لقيت دي اسهلهم وانجحهم. والحاجة اللي أنا بجربها وبتنجح معايا بحب أنقلها ليكم وأكون متأكدة منها وجربتها. دي أسهل طريقة. قبل ما نبدأ الفيديو، لو أنت أول مرة تشوفيني ما تنسناش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة. ما شاء الله دي كمية البصل اللي أنا جبتها. البصل أول ما بنجيبه بيكون لسه الورق بتاعه أخضر، فأنا بجيبه أنشره شوية، مثلا أسبوع 10 أيام ولا حاجة على ما ينشف، عشان ما يبص على بعض. وببدأ بقى أفرز فيه. البصلة الكبيرة دي اللي بشتغل منها الأول لأن هي بتبص بسرعة. البصلة المتوسطة دي اللي أنا بشيلها. ببدأ أفرز البصل بقى اللي قشرتها متشالة، اللي مثلا هما بيقلعوها من الأرض، اتخبطت فيها خبطة ولا فيها حاجة، دي بتبص بسرعة. فأنا بستخدمها الأول بنفس الشكل كده. ما شاء الله كله زي الفل. دي قشرتها متشالة، فأنا هعمل منها الأول، هشتغل منها الأول. ما تنسيش باللايك والشير فضلا وليس امرا. ولو انت اول مره تشوف القناه يوميات بنت كفر الشيخ، ما اعملي لي سبسكرايب للقناه. كلامكم الطيب هو اللي بيخلينا اتشجع واكمل، وان شاء الله القناه تكبر بيكم. خلاص انا بفرز البصل، هعمل بقى ايه؟ ابدا اشرش. احنا بنسميه هنا بنشرش. الطريقه ديت انا يعني يمكن بلاقي ناس كتير من ايام زمان شغاله بيها، وفي ناس كتير عارفاها، بس لقيتها هي اسهل طريقه وانا شغاله عليها، وما شاء الله يعني البصل بيعيش معايا لاخر واحد. البصل الصغير ده لو انت عايزه تعمليه مخلل ممكن تشتغلي منه عادي. اما مثلا واحده بقى تحطها على شوربه، على حاجه، تعملها بصلايه بخل، الحاجات دي. يلا بقى نبدا نشرش البصل. انا بعمله زي عصبة الورد. في حد ما شاء الله من اخواتي قالوا له ما شاء الله، انا كنت بعمله على البث المباشر، قالت لي ما شاء الله انت عاملاه زي باكل الورد. ما شاء الله ده كل البصل انا فرزته كله. ده البصل الحجم المتوسط اللي انا بخزنه لاخر السنه. معايا خيط بقى، ببدا اربط طرف الخيط من ناحيه، والناحيه التانية نفس الشكل. كان زمان كنت اشوف الناس ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يبارك في اعمارهم، كانوا يعملوه بقش عادي، حتة قماشة أي حاجة، المهم إن هو أربطه ببعض عشان لما أعلقه حاجة تمسكه. هوريلكوا إزاي أنا عملت. ده الطرف التاني. ده باقة الورد التانية. ما تنسوش باللايك والشير والكومنتات الحلوة بتاعتكم، هي اللي بتشجعني فضلا وليس أمر. أنا نفسي القناة تكبر بيكم. بنفس الشكل كده. ربطت الخيط، طرف الخيط التاني ده بقى اللي أنا هعمله عشان لما أعلقه في بعيد عن الارض، بعيد عن الرطوبه. الفايده ان انا اعلقه بعيد، اعلقه في مكان عالي، يعني ان هو يكون بعيد عن رطوبه الارض فما يزرعش. بيجي وقت البصل يفرغ من جوه ويزرع، ده بيكون موسم زراعته. لكن طول ما انت معلقاه بعيد عن الرطوبه بيعيش لاخر واحده. انا جربت كل الطرق بصراحه، دي طلعت احسن واحده واسهلهم وانجحهم كمان. ما تنسيش باللايك والشير والسبسكرايب وكومنت حلو منك فضلا. هعمل باقي الكمية بنفس الشكل كده. ما شاء الله ما خدوش مني حاجة. عملت كده ما شاء الله، خلصت كل الكمية اللي معايا. الطريقة دي اللي انا عملتها في البصل زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، دي كل الكمية اللي انا عملتها. بعملها نفس الحكاية برضو في التوم يا جماعة. الطريقتين دول بيعيشوا معايا لاخر السنة. برضو في ناس بتخزن التوم بطرق كتير، تفرمه وتحطه في الفريزر والحاجات دي. لا انا لقيت الطريقة اللي انا بعملها برضو دي بتخليه يعيش لاخر واحدة برضو. هخلص كمية البصل زي ما انتم شايفين كده خلصتها، وهعمل معايا برضو التوم. انا كنت جايبة شوية التوم برضو وسبتهم لما نشفوا، بعملهم معايا مع البصل كل سنة. نشف هبدأ بقى اشرشه زي البصل بالظبط. لو وصلت معايا لغاية هنا ما تنسنيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناة فضلا وليس امر. هبدأ اعمل التوم زي ما انا عملت البصل بالظبط. الكبيرة دي اللي انا يعني الفصوص الكبيرة،
انا بخليها مثلا اخد فص للطبيخ، لحاجه زي كده، للتسبيكه كده، المكرونه حاجه زي كده. اللي هي الفصوص الصغيره دي بفرمها للسمك، للتشريشه بتاعه السمك. هبدا افرز التوم واعمله نفس ما عملت البصل بالظبط. شكرا لكلامكم الطيب، كلامكم الطيب هو اللي بيشجعني ان انا اكمل. ربنا يديكم ما بتتمنوا يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بالخير والسعاده والصحه. انا زي ما عملت في البصل هعمل في التوم. نفس الشكل كده. هشيله بقى وعلقه. ادي البصل وادي التوم، ما شاء الله زي باقة الورد. بصي ما شاء الله بيعيش معايا لاخر السنه. جربي نفس الطريقه وان شاء الله يطلع ناجحه معاكي. بس هات البصل المتوسطه، واللي تكون زي ما بيقولوا كده مستويه مستويه في ارضها. لو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه، واشوف الشكر على خير فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.